عسلامة ومرحبا بكم أحلى متابعين في الدنيا، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. محليكم ومحلى مساجاتكم ومحلى لي كومنتير نتاعكم وتشجيعكم. أرسلوا من نجم كان يزيدني طاقة أكثر وأكثر موتيفاسيون باش نكمل نواصل معاكم ونبارتاجي معاكم لي غوسيت نتاعي. دونك كيما قاعدين تشوفوا اليوم باش نبارتاجي معاكم دبارة خفيفة على الآخر، دونك صيفية زادة كيما تشوفوا. دونك عملت قلية زعرة والا تسميوها دونك مرقة زعرة ولا قلية زعرة والا لحم أصغر كيما تحبوا تسميوها سميوها. وكملت معكم زيادة سلطة صيفية فايحة محليها، وكملت معكم فريت وفلفل. دونك أول حاجة حطيت الزيت، دونك حطيت شوية زيت نباتي وشوية زيت زيتونة، وكملت الكوتليت. دونك بالنسبة لي أنا ما عنديش قاعدة، القلية نطيبها باللحم يبدأ بالعظم ولا بلاش، يبدأ مقص صغير وإلا كبير وإلا يبدأ مشرح هكايا. دونك كل واحد كيفاش يحب يعملها. فما شكون يقولك القلية ما تجيش بالعظم، أنا بالنسبة لي تجي القلية هكاكا. المهم يبدأ اللحم بنين وفاوح ونفوحوا بالكدا وناكل ونتبنن. تنجموا زاده تعملوها زاده باش تعملوا نفس الفيح، تنجموا تعملوها بالدجاج وإلا بالاسكالوب اللي عندكم تنجموا تحطوه. دونك حطيت لي كوتليت نتاعي وقعدت نقلب فيهم هكايا شويه على نار هاديه وخرجوا الماء نتاعهم وكهو. دونك بعد جيت باش نفوحهم. دونك اول حاجه حطيت الملح، كل واحد يحط ملح قد ما يحب، وحطيت فلفل اكحل، واللي قاقوا فلفل اكحل في معته من غير ما يحطوا. ومن بعد حطيت تابل، فما شكون يقولك في اللحم علوش ما يجيش التابل، دونك هذا تابل وكرويه، انا بالنسبه لي نحطه بالحق يجيني بين على الاخر وفاوح. وكملت حطيت الكركم وسنه ثوم مقصوصه هكاكا، ومن بعد حطيت كليل. دونك كان باش تعملوا بالدجاج تنجموا تحطوا ايرب دو بروفونس ولا معناتها اكليل وزعتر، تنجموا حتى تحطوا زعتر مع اللحم راهو يجي بنين. انا بالنسبه لي حطيت كليل وقعدت نقلب فيهم هكايا حتى اللفاح يدخل في بارتو، دونك في اللحم وفي الصوص. ومن بعد مرقت، دونك حطيت الماء هذاك وما عودتش مرقت جمله واحده، خليته يطيب هكاك على نار مش متوسطه اكثر شويه، وغطيته. دونك وجيت قشرت البطاطا باش نعملها فريت وقصيتها هكاكا وخليتها في الماء بيان سور باش نحي الشي نتاعها لاميدون. وجيت فوحت الفلفل، نحيته القعم نتاعو وحطيت له ملح وتابل وكرويه، وجيت باش نقص سلطه. دونك سلطه صيفيه، تو وقت نتاع الفلفل والطماطم يبداو بنين على الاخر وصحيين بيو يبداو. دونك حطيت الطماطم والفلفل والفقوس والبصل. البصل هذاك الاحمر ياسر يجي بنين في السلطه، يبدا حلو مش حار ويبان ياسر السلايط والساندويتشات. دونك قصيت السلطه كيما قاعدين تشوفوا هكاكا. وهنا دونك البصل باش نقسم على اثنين، دونك شطر حطيته في السلطه وشطر باش نزين بهم بعديك البلان تاعي هذايا. دونك ترونشيت باش نزين بهم بعديك البلا وكهو. دونك هنا جيت نقي في البطاطا، قليتها بيان سور، خليتها حطيت فيها الملح معناتها بعد ما شللتها واستقطرتها وحطيت فيها الملح باش الملح يخرج المالي في البطاطا وفي ساعه ما تجيب لي وتجي كروكونت. وجيت فوحت السلطه، دونك حطيت ملح، الملح حسب الذوق نتاعكم كل واحد كيما يحب، وحطيت فلفل اكحل وحطيت النعناع وحطيت زيت زيتونه وحطيت الخل كهو. خلطتها مليح وحطيتها في طبق تاع تقديم. هوني البطاطا سايي تقليت، دونك خرجتها كي العاده نحط كيكه صحن غارق ولا صحفه ونحط فيه صحن صغير باش الزيت الكل يمشي لي تحت الصحن الصغير هذاك، والبطاطا تبدا شايحه من الزيت ونحطها ديريكت من بعد في الصحن من غير حتى ما نحط بابي، تبدا بنينه وتبدا ماهيش متذبلش بالزيت. هوني سايي المرقه معناتها اللحم سايي تقرص وبلوتو طاب سايي. دونك تعديت عليها كيكه ساعه ودرج ولا ساعه ودرجين، طاب لي بالكدا في حقه. خليت دونك هكاك رجعته وخليت باش يشرب المرقه مليح مليح، ويبقى لي في الاخر كان جوست شويه تونه مرقه وشويه زيت هكاك نطيبه. اللي يحب بيان سور يزيد يخليها تشيح اكثر ويخلي المرقه اكثر ينجم يخليها تجيب بنينه زاده. دونك هكاك نعملها لقليه زعره. هنا جيت حطيت الفلفل باش يتقلي كالعاده، دونك على نار مش قويه برشا باش يطيب لي من الداخل ومن برا، مش يتحرق لي من برا ويقعد يابس من الداخل، وباش ما يطش الدنيا الكل. وهني خرجته وهني كيما تشوفوا دونك القليه سايي طابت.
هكا كيفاش تكستور تاع المرقه. قارة زيتها والمرقه شويه تبدا بينا على الاخر. وني جيت باش نزين السلطه نتاعي، دونك حطيت التن وحطيت زيتون شويه بروتين، والتن مع السلطه هذه ياسر بنينه. وزينت الفلفل هكاكا وحطيت اللحم في الصحن هذاك وني استويتو. شوفوا ما شاء الله. هنا زيت زينت بالبصل وحطيت رشه معدنوس، زدت رشه معدنوس اخرى فوق البطاطا. وشوفوا بسم الله ما شاء الله هيك الالوان محليها، حسيتوا تقول لوحه فنيه، الوان تاع الطبيعه والوان تاع الخضره محليها على الاخر ما شاء الله. البصل هذاك يجي الاحمر ياسر بنين معناتها في الماكله، يبدا ني هكاكا يبننها على الاخر. زيت يزينها. ومرة جاي زيادة بارتاجي معاكم القلية الحمراء كيفاش نعملها. دونك مي حمراء مي زعرة، لا هي حمراء ولا هي تبدا زعرة. وكهو هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله عجبكم. قولوا لي نتوما كيفاش تطيبوا القلية نتاعكم بالضبط. وما بقى لي كي نقول لكم السلام عليكم، ونتقابلوا مرة جاية في فكرة ووصفة جديدة. بسلامة.